دايما لما نسمع كلمة جن أو نكون قاعدين نقول قصص وتيجي فيها سيرة الجن، تلاقي اللي حواليك يخافوا وأغلبهم يقولوا يا أخي ارحمنا بقى ارحمنا بلاش السيرة دي، ويقعد يسمي ويستعيذ بالله من الشيطان. لأن الإنسان يا جماعة دايما بيخاف من الحاجة اللي بيجهلها. عشان كده عالم الجن رغم إنه عالم زينا وفيه المسلم وغير المسلم، إلا إن القصص اللي عنه مفيش أكتر منه. أنا هختصر لكم حاجات كتير. أنا حصل لي تجربة مرعبة خلتني أعرف عن العالم ده، وأول قاعدة هقولها لكم عشان تعرف لو في جن حواليك أو لو أنت دخلت المكان فيه جن، هي إنك تشم ريحة غريبة ووحشة، ريحة شبيهة بالكبريت. اسمعوا معايا بقى القصة المرعبة اللي حصلت لي من فترة. أنا أخوكم محمود، عندي 25 سنة، اتخرجت من الجامعة، وكان أهم حاجة بالنسبة لي إني أخلص على خير واشتغل وابدأ أعتمد على نفسي وأحقق حلمي إني أشتغل في مجالي. أنا اتخرجت من كلية زراعة وكنت بحب جدا مجالي وعايز أعمل طفرة فيه، بس للأسف اتخرجت وقعدت بعدها كذا سنة من غير أي شغل. أبويا كان راجل صعب، وبسبب ظروفنا اللي ما كانتش أحسن حاجة كنا عايشين في قرية، وأبويا كان كل يوم يزعق ويقول لي أنت مش راجل وما يعتمدش عليك وقاعد ملكش أي 30 لازمة في الحياة، قوم دور لك على أي شغلانة. وطردني وقال لي ما تجيش غير لما تلاقي شغل. طلعت وأنا زعلان وعلى آخري ورحت لخالي وقعدت عنده. الراجل ده أنا بحبه جدا، طيب طول عمره، وكان عنده عربيتين، واحدة بيستخدمها للشغل والتانية كانت قديمة بس مظبطها شوية يعني تمشي الحال. وقال لي اسمع يا محمود، خد انت العربية دي وانزل اشتغل عليها، ما عنديش أي مشكلة، اعتبرها عربيتك. واداني مبلغ بسيط أمشي حالي شوية، فشكرته طبعا وطلعت، لأن شقته كانت صغيرة ويدوب مكفياه هو وأسرته. وقعدت ألف من مكان لمكان، وجالي كذا راكب أوصله، وبالعافية بطلع مبلغ عشان أعرف آكل واشرب. الأجواء كانت صعبة وتلج ومطر بشكل مش طبيعي في عز الشتاء، وكنت بنام في العربية لأن حتى ما كانش معايا فلوس تكفي أجر شقة أو استوديو. لحد ما جه يوم من الأيام متعود أنزل الصبح وأروح أفطر على عربية فول عند عم عبده. الفول عنده حكاية بصراحة، راجل عنده 65 سنة ولسه شغال ما شاء الله عليه، وبيعمل سندوتشات فول خيال. في يوم من الأيام وأنا قاعد عنده، تقريبا كان يوم جمعة، ما كانش فيه زحمة على الصبح، بصلي عم عبده وقعد يضحك وقال لي في ايه يا محمود، ايه اخبارك، عملت ايه في شغلك، لقيت حاجة ولا لسه؟ قلت له والله يا عم عبده الأوضاع بصراحة صعبة، بدور لسه لكن مفيش أي حاجة أعملها غير توصيل الناس. حتى الأيام دي الدنيا خفيف، معرفش الناس راحت فين ولا أنا اللي حظي وحش يا عم عبده. ولقيت عم عبده جايب لي جورنان وفيه إعلان مطلوب فيه شخص يكون بيسوق ومعاه عربية لسوبر ماركت، بس السوبر ماركت ده كان على طريق سفر بعيد عن قريتنا ومفيش حواليه أي حد، وكان مكتوب في الإعلان رقم تليفون عشان لو حد عايز يقدم. قلت يلا ليه لأ، على الأقل وظيفة وهبقى بعيد عن وجع الدماغ وهو ماشي نفسي شوية لحد ما ربنا يكرم. اتصلت على الرقم ورد عليا واحد وقال نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت بتصل عليك بخصوص إعلان محتاجين حد يكون بيسوق معاه عربية في السوبر ماركت. انت بقى اسمك ايه؟ أنا اسمي محمود. محمود، انت معاك عربية؟ أيوة معايا عربية. طيب حلو. انت بقى عندك كام سنة يا محمود؟ عندي 25 سنة. طيب كويس، خلاص مفيش مشكلة، بس عايز اوضح لك بس كام حاجة. السوبر ماركت على طريق سفر بعيد عن القرية 200 كيلو. 200 كيلو؟ طب أنا كده صعب أروح وأرجع كل يوم 400 كيلو. بص، انت شغلك هيكون على فترتين، فكده هتضطر انك تقعد كل شهرين ترجع قريتك يومين. والشغل كام ساعة؟ لما تبقى تيجي بقى نبقى نتفاهم في الموضوع ده. طيب بالنسبة للسكن هيبقى فين؟ السكن موجود ومتوفر في السوبر ماركت، ما تقلقش. اسمعني، جنب السوبر ماركت كمان في محطة بنزين، واحد من العمال اللي معاك هيكون مسؤول عن البنزين، وانت اللي عليك هتكون في السوبر ماركت. طب كويس والله ان في حد تاني معايا. بس بالنسبة للسكن انا هسكن انا والراجل بتاع البنزين في نفس الأوضة؟ لا ما تقلقش، الشخص ده عنده غرفة تانية. طيب انا ما عنديش مشكلة، بس المكان بعيد والشغل متعب. المرتب كام بقى؟ هنديك 5000 جنيه، موافق؟ ايوه طبعا موافق. وهنديك لو عايز نص المرتب اول ما تيجي. خلاص تمام جدا تمام. وانهينا المكالمة. عم عبده بعد ما سمع ما كانش مصدق وقال لي هتعمل ايه؟ شايف عينك بتلمع وقعدت تقول 5000؟ انت وشك وش خير والله، خلاص هتوظف اخيرا يا عم عبده. طب السوبر ماركت ده مكانه فين يا ابني؟ لا بعيد 200 كيلو من هنا، بس تخيل قالوا لي المرتب 5000. معقول؟
حد يشغل حد في سوبر ماركت ب5000؟ طيب على البركة، ده رزق وجالك وانت انسان طيب وتستاهل كل خير والله. يلا روح وتأكد من كل حاجة وشوف لو ينفع توقع معاهم عقد يكون أحسن مليون مرة. أكيد سلام. انت بقى يا عم عبده دلوقتي هبقى أجيلك. وركبت العربية وأنا طاير من الفرحة، وما كانش في جيبي غير مبلغ بسيط جدا يا دوب حطيت بيه بنزين عشان أعرف أروح، ولو ما توفقتش أعرف أرجع. وتخيلوا يا جماعة، اتحركت على الساعة 7 بالليل وماشي وقاعد أفكر ومبسوط ومش عايز أضيع الفرصة. وبعد ساعتين تقريبا وصلت للمكان اللي وصفولي صاحب الإعلان. كانت محطة بنزين قديمة تتكسف أصلا إنك تسميها محطة، تقريبا عمرها ما اتجددت ولا اتعمل لها صيانة، هي بس مضخة للبنزين ومضخة للغاز وبس على كده. تحس إنها بقالها 50 سنة. وأول ما دخلت لمحت السوبر ماركت كان صغير جدا. معقولة يا جماعة هاخد في السوبر ماركت ده 5000؟ ولا الراجل ده شكله بيستهبل؟ ده حتى البضاعة اللي جوه شكلها ما يجيبش 5000 جنيه. وصلت ودخلت السوبر ماركت واتفاجئت إن مفيش أي حد. غريبة دي. بديت أنادي وأقول سلام عليكم ياللي هنا، واتفاجئت إن في راجل طلع لي من مخزن في نهاية السوبر ماركت شكله مرعب، شنبه كبير وغريب وعينه حمرا كأنه ما بينامش. رد وقال لي خير، عايز ايه؟ السلام عليكم. نعم خير. أنا كلمتكم بخصوص الإعلان، مش عارف أنت ولا حد تاني. انت محمود صح؟ أيوة أنا. هو أنت اللي رديت عليا؟ ايوه انا. اسمعني يا محمود، انا صاحب محطة البنزين والسوبر ماركت. يا عم اللي يسمعك بتقول محطة يحس إنها تشيل أوت مثلا. بتهيألك، لكن المكان ده بيجيله زباين كتير. زباين إيه بس؟ أنا بقالي ربع ساعة وما شفتش حتى كلب معدي. بعدين مش قلت في حد شغال في المحطة؟ ايوه بس انت ملكش دعوة غير بالسوبر ماركت، بس ما تقعدش تسأل كتير، فاهم ولا لا؟ طيب تمام ماشي، بس أنا عايز أتأكد من حاجة. أنت مش قلتلي إن المرتب 5000 صح؟ ما تخافش مرتب 5000. ايوه، ولو استلمت الشغلانة من دلوقتي هتاخد نص المرتب. تمام جدا زي الفل، أنا موافق. أنا جاي أصلا 200 كيلو أكيد عشان أشتغل. بس قولي هعمل إيه؟ مش هتعمل حاجة، انت بس هتقعد هنا تحاسب الناس وبس كده. كده الأسعار مطبوعة على كل البضاعة، وفي بره راجل كبير وطول عمره معانا هو اللي بيعبي البنزين، ملكش علاقة بيه. أنا هطلب منك بس طلب، أو ممكن تعتبره واحدة من شروط الشغلانة دي. اسمعني، كمال ده بيشتغل بره السوبر ماركت، هو اللي بيعبي البنزين وملكش دعوة بيه. بس إياك مهما حصل إنك تصدقه في أي حاجة. إزاي يعني؟ زي ما بقولك كده، أظن الكلام واضح، لأن كمال ده كداب جدا. طيب بما إن الراجل كداب أكيد إنه حرامي، إزاي واثق فيهم شغالين كل ده معاكم؟ ملكش دعوة انت بس، وبطل أسئلة. أي حاجة الراجل ده يقولها لك ما تصدقوش، سامعني؟ في ناس كتير جم يشتغلوا هنا ومشوا بسبب كذب كمال ده. أنا قلت أفهمك من أولها، كمال ده تقريبا مش عايز حد يشتغل غيره في المكان، وأنا هوقفه عند حد قريب. شوقتني والله. أشوف كمال ده هو فين. كمال ده بيطلعش دلوقتي، شغله بيبدأ الساعة 5 المغرب. 5 المغرب؟ إيه هو كمال ده خفاش؟ احنا أصلا كنا بنسميه خفاش، ما بنشوفش وشه غير بالليل. المهم زي ما اتفقنا، متسمعش كلامه، خد 2500 هم، تبدأ الشغل دلوقتي. تخيلوا يا جماعة، الراجل اداني 2500 وكنت قاعد أشوف دي مزورة ولا حقيقة، لكن كانت حقيقية بنسبة 100%. حطيتها في جيبي وكنت طاير من الفرحة بصراحة. وبعدين الراجل ده مشي ودخل المخزن اللي في السوبر ماركت. راجل غريب بصراحة. الوقت عدى وقعدت أبص على كمال أشوف الراجل ده فين، ما أنا بصراحة عندي فضول أشوفه. والساعة جت 5 يعني المفروض يطلع. وبعدين ده كمان دخل المخزن واختفى جوه، مش عارف هي مخزن ولا أوضة. فين الزباين اللي لما شفنا زبون واحد حتى؟ كنت سامع أصوات غريبة جدا من الأوضة اللي فيها الراجل. كان في حد عمال يعيط جوه وأصوات غريبة. عدى أكتر من 3 ساعات ودخل شخص مرعب وغريب وقف عند السوبر ماركت وقعد يضحك ويقول لي انت الموظف الجديد؟ قلت له أيوة اتفضل. بس مين انت يا حاج؟ يعني الواطي صاحب السوبر ماركت ما كلمكش عني؟ ارحمنا يا عم كريستيانو، مين انت يعني؟ انا كمال اللي شغال في المحطة اللي بره. يا أهلا يا كمال. أيوة كلمني عنك ويذكرك بالخير، وقال لي إنك إنسان محترم وصادق. أنا عارف إنك كداب، يعني من أول يوم كده نتقابل فيه تكدب عليا. أنت اسمك إيه بقى؟ أنا محمود. طب اسمع يا محمود،
أنا وأنت قاعدين في المكان ده، لكن صاحب السوبر ماركت هيمشي كمان شوية لقريته عشان متجوز 2 وما بيبقاش فاضي لعياله وطلباته، وأنت هتقعد مكانه مرمي هنا، وأكيد أغرب بالمرتب، صح ولا لأ؟ أيوة، اداني مرتب حلو. طب بص اسمع مني، لو عايز نصيحتي الراجل هيمشي كمان شوية، وأنت ما تقعدش في السوبر ماركت لوحدك، امشي. نصيحة من واحد قد أبوك، اوعى تقعد فيها لوحدك وارجع بيتك أحسن. أمشي ليه؟ بص، الشخص اللي جابك هنا مش بيتمنى لك الخير أبدا. اسأل نفسك، 5000 مرتب على ايه؟ 5000 انك تقعد في سوبر ماركت قديم على الطريق؟ خلي بالك يا محمود، دي الفرصة الأخيرة، اهرب وسيب المكان ده. وقتها اتفتح باب الأوضة اللي في السوبر ماركت، وطلع الراجل صاحب السوبر ماركت. وأول ما شاف كمال طلع يجري زي الأطفال بالظبط. قرب مني الراجل وقال لي: شايفك انت وكمال اتعرفتوا يعني وبقيتوا صحاب؟ لا والله، ده هو اللي جه هنا يتكلم، أنا قاعد في مكاني من ساعتها. كان عايز ايه منك بقى كمال؟ مش عايز حاجة، كان بيتعرف بس. اسمعني يا محمود، انا همشي. وصحيح نسيت اقولك اسمي، انا ابو محمد، ودلوقتي انا راجع قريتي وانا متجوز 2 وعندي اطفال كتير ومتعود اروح لهم شهر او شهرين وبعدين ارجع. المهم الفترة دي السوبر ماركت في رقبتك، انت المسؤول دلوقتي، تمام؟ أكيد ما تقلقش، كله تحت السيطرة إن شاء الله. وزي ما قلتلك الواطي كمال ده اوعى تصدقه في اي حاجة، لو قالك يمين روح شمال، ما تتكلمش معاه كتير، انا حذرتك وعملت اللي عليا. حاضر تمام، بس أنا عندي سؤال. أنت ليه كنت كاتب في الإعلان لازم عربية، وكمان سألتني عليه؟ هبقولك بعدين يا محمود، واي حاجة عايز تاكلها او تطبخها هتلاقيها في الأوضة دي فيها سرير نوم ومطبخ وحمام، وفيها مخزن بابه خشبي ولونه غامق. إياك ثم إياك تفكر تفتحها. ليه بس في إيه؟ سامعني، إياك تفتحها وملكش دعوة. خلاص مش هفتحها خالص، ماليش دعوة. نام واتبسط انت في الأوضة واعمل كل اللي انت عايزه، لكن اوعى المخزن ده يتفتح. أظن الكلام واضح. خلاص يعني يا أبو محمد، ما تقلقش، يلا توكل على الله، انت ربنا معاك وما تشيلش أي هم. مشي الراجل وعدى ساعة، التانية، بعدين حسيت إني هموت من الجوع، وفتحت واحدة مولت وعصير، وقعدت أبص حواليا. يا جدعان، سوبر ماركت قديم ومعفن، البضاعة كلها ما تكملش 5000 جنيه، ده مجنون ده ولا ايه؟ بعدين ثانية، ده قال إن المحطة بتتزحم قوي بالليل، وكمال واقف هناك زي المجنون بيضحك ويلعب من الملل. تقريبا وقعت في شلة مجانين. وقبل ما الساعة تيجي 12 ب10 دقايق تقريبا، لقيت كمال ده داخل السوبر ماركت، خد لبن وشوية كيك وبعدين اداني الفلوس. بعدين هو طالع ناديت عليه وسألته: المحطة دي بتشتغل بيجيلها زباين يا كمال ولا لأ؟ يعني لو مش شغالة فاتحينها ليه يعني يا هبل؟ طب سؤال، انت دلوقتي بقالك ساعات ولا جه ولا بني آدم، وانا ولا اي حد دخل لي السوبر ماركت. بص، احنا يا محمود اكتر زبايننا من القرى اللي جنبنا، والنهاردة احنا يوم جمعة، يعني محدش بيطلع ويروح في اي مكان، الحركة بتكون قليلة، لكن بكرة او بعده هتشوف الحركة والزحمة. طب انت قاعد بتعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ جوعت قلت اجيب حاجة اكلها واطبخ. ايه رايك تتعشى معايا؟ لا شكرا، انا مش عايز اتعشى معاك، انا مش جعان. مشي الراجل وكنت حاسس ان وراه قصة او سر. كمال ده غريب قوي، مرة يضحك ومرة خايف ومرة متوتر جدا. بعدين راجل كبير، ده شكله كأنه فوق ال70، بس برغم كده حركته سريعة جدا زي الأطفال وصحته ممتازة. بس يلا ماليش دعوة بيه. جت الساعة 12 وقفلت السوبر ماركت والأنوار، ودخلت الأوضة عشان أكل وأنام. غرفة بسيطة قوي، فيها بس سرير وكرسي وحمام ومطبخ صغير جدا، يعني يا دوب يقضي الحاجة. قعدت عملت شوية بيض مسلوق مع عصير وشوية كيك وبدأت أتعشى. بس بصراحة يا جماعة، وأنا نايم قاعد أبص للباب الخشب البني ده، الفضول هيموتني. ايه القصة يا جدعان؟ واشمعنى المخزن؟ يعني الراجل كان مرعوب وخايف منه وبيحذرني ليه؟
المهم يا جدعان، عدى ساعة تقريبا وخلصت أكل وبدأت أحاول أنام، لكن فجأة لقيت صوت تخبيط جاي من باب السوبر ماركت جامد. اتخضيت وطلعت أجري أشوف فيه إيه. لقيته كمال الله يخرب بيته رعبني، قعد يبص عليا وعينه حمرا. قلت له خير يا حاج كمال، مالك في إيه؟ أنت مستني أروح أنام عشان تقعد تخبط كده؟ هو أنت هتنام؟ أيوة يا عم، أنت شايف إيه؟ عايز حاجة من السوبر ماركت؟ لا مش عايز حاجة من السوبر ماركت، بس أنت خلاص نويت تقعد يعني وتشتغل هنا؟ أيوة يا عم خلاص، إيه السؤال ده؟ اسمعني يا محمود، أنا عايز أقولك على حاجة وأنا متأكد 1,000,000% إن الواطي أبو محمد محذرك منه، صح؟ لا ما حصلش، الراجل ما قالش أي حاجة، الراجل كان بيمدح. أنا عارف إنك بتكذب ومش عايز تتكلم، بس يا محمود أنا خايف عليك. أنت عارف إن كان في قبلك 4 موظفين وكلهم هربوا في الوقت المناسب، حتى أنت تقدر تلحق نفسك وتهرب. يا عم اهرب ايه؟ انا ما صدقت لقيت شغل. انت عايز ايه دلوقتي يا حاج كمال؟ اسمع كلامي للآخر، أنا ما عنديش أي مصلحة. أنا مش عايز أشوفك قدام عيني وأنت بتموت جوه السوبر ماركت ده، أنت سامعني؟ اموت ازاي؟ اسمعني نصيحة، الراجل اللي كان هنا أبو محمد ده كدب عليك في حاجات كتير. ايه؟ والله زي ما بقولك، ده مخبي سر جوه السوبر ماركت. سر ايه ده؟ الراجل ده ساحر وبيجيب الناس وبيستدرجهم يشتغلوا هنا عشان يبقوا أهداف ويستخدمهم في السحر. الراجل ده مجنون. اسمعني، في باب جوه لونه بني غامق، شفته ولا لأ؟ ايوه شفته، ماله؟ اسمع مني بقى وروح افتح الباب ده، هتلاقي بنت موجودة جوه. بنت ازاي يعني؟ والله دي بنتي عفاف، والواطي ده بيستهبل وحاجزها جوه. هو رابطنا بالمكان ده بالسحر، مش قادرين نمشي. انت مش ملاحظ ان راجل كبير في السن وقاعد هنا بقالي سنين؟ بنتي موجودة جوه، اقسم بالله عليك، بما انك معاك عربية افتح لها وخليها نهرب من المكان ده. يا حاج كمال، ابو محمد شكله كان صح لما حذرني منك وانك كذاب. اسمعني، انا ما صدقت الاقي الشغلانه دي. اتكل على الله بقى وخليني انام. بالله عليك اسمع كلامي يا محمود، افتح باب المخزن. انا مش هفتح حاجه، الراجل ده مستأمن لي وقال لي اوعى تفتح الباب ده ابدا. طب ما سألتش نفسك ليه يعني كل التأكيد ده؟ انا ماليش دعوه، يمكن عنده حاجه مش عايزني اشوفها. لا يا محمود، والله بنتي محبوسة جوه يا محمود. ازاي بنتك محبوسه جوه في المكان اللي انت شغال فيه وسايبها؟ اسمعني يا حاج كمال، انا هنام والصبح هنقعد نهزر مع بعض ونشوف الموضوع ده. يلا مع السلامه. وقفلت في وشه الباب، والراجل قعد يعيط زي الاطفال، وانا عملت نفسي اني دخلت، بس كنت مراقبه وقاعد يعيط جامد ويروح ويرجع عشان يلفت نظري. بعد كده دخلت الأوضة وقفلت عليه وقررت إني خلاص هنام، مش ناقص جنان. وغمضت عيني وحاولت أنام، وفجأة سمعت صوت تخبيط تاني جامد. تقريبا ده المجنون كمال تاني. بس أول ما طلعت ملقتش أي حد خالص. ده التخبيط ده جاي من باب المخزن البني، ده كان في شخص جوه بيخبط. قربت وقعدت أقول مين؟ أنا محبوسة هنا، اسمي عفاف، حبسنا أبو محمد الله ينتقم مني. أنا بنت الحاج كمال اللي من بره، بالله عليك افتح لي الباب بسرعة، هموت. يا نهار أبيض يا جماعة، أنا اترعبت ومش مصدق. معقول اللي سمعه ده؟ ومعقول إن كمال بنته محبوسة هنا بجد وصادق في كلامه؟